السلام عليكم. مسا على الناس كويسة. النهاردة الحلقة التانية في الجنجل، وهنتكلم النهاردة عن حاجات مهمة لازم تعرفها وهتساعدك نفسيا وعمليا وجسديا في الجيم، والغلطات اللي بتعملها وازاي تتفاداها. الخلاصة يعني النهاردة هنديك زيتونة المحترفين اللي هتخليك محترف، فركز كده معايا في الحلقة دي واسمعها كويس علشان بعدها هتلاقي نفسك بتتأهل وتتوصل وهتوصل للهاي ايلو. فيلا بينا نبدأ بسرعة، بس حط اللايك والسبسكرايب المتينة علشان تبقى جوه قلب بابا بيهوش من جوه، ويلا بينا. هنبدأ بأول حاجة وهي التردد. لما بتكون بتلعب جونجل وقاعد تكليري البلو ورجب تيوزا في الميد لين بيقعد يبنجلك انك تجيله وتعمل له جنك، ولما بتروح بتموتوا انتوا الاتنين، وساعتها تسأل نفسك مش كان الأحسن انك تكمل فارم وتنفض لأمه، ولا كان ممكن تعمل جنك أحسن من كده؟ وبتفضل طبعا طول الجيم محتار تعمل ايه. طب الموقف ده طبعا حصل لك كتير، والنهارده هجاوب لك على السؤال ده. هل تفرم طول الوقت ولا تجنك طول الوقت؟ طب تفرم وتجنك ولا تجنك وتفرم ولا تميكس زي ما تيجي؟ الاول كده اسالك سؤال، لو نزلت دلوقتي على القهوه وشفت صاحبك عنتر زبله قاعد على القهوه بيلعب شطرنج، ربنا فتحها عليه، وقلت له ازاي اكسب اي جيم شطرنج، هيقول لك ده عبط، مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها كده، لأن كل جيم بيختلف أسلوب اللعب، وهكذا برضو لأن كل جيم بيختلف أسلوب اللعب، البدايات، النهايات، السيتويشنز المتغيرة، ده بدأ كذا ده بدأ كذا، فأنا لازم أريسبونس على حسب اللي هو قال عليه، وهكذا برضو الليج كل جيم بشكل مختلف بتبدأ بمعنى أوضح بشكل مختلف، فانت لازم تحدد ده جوه الجيم. طب لو انت في جيم وبتاخد الجرومب مثلا ولقيت الانمي توب لين بيتعمل عليه جنك، طب هنا بقى المفروض تروح تساعده ولا تاخد الجرومب وتكمل في سلام مع نفسك؟ لو انت رحت هناك تساعده ومت للاسف الشديد، جوه عقلك العقل الباطني بتاعك بتاع مستر بيل هيقعد يقول لك ما تروحش الجنك توب التاني، مع انك لو فكرت فيها كنت ممكن تطلع توب بدري 3 ثواني وتسبق الانمي جانجلر وساعتها تكسبها، او حتى لو خسرتها، بس ده المفروض انه يديك ذاكره ومعلومات انك المفروض تعمل كده او ما تعملش كده في الوقت ده. مش مقتنع يا مستر بيلي صح؟ تعال اثبت لك. لو تابعت حد تشالنجر في ليج هتلاقيه لما بيلعب بتشامبيون جديد بيقول لك انا ما جربتش التشامبيونات اللي قدام التشامبيون ده، او ما اعرفش هو قوي قدام مين وضعيف قدام مين، فهتلاقيه بيحفظ مين التشامبيون اللي بيبقى اقوى منه ومين اللي اضعف منه، وامتى يخسر منه وامتى هو يكسبه. انت برضه يا استاذ حناكه لازم تعمل كده، تعرف الجانجلر اللي بيلعب ضدك هيكون امتى اقوى منك فساعتها ما تفايتوش، وامتى هيكون اضعف منك، وكمان لما تروح تعمل جانك مثلا ما تبقاش بتلعب بكارثس ورايح تعمل جانك على داريوس ليفل 2، لانك هتتفشخ انت والطب اللي معاك، علشان داريوس بطبيعه الحال اقوى منك او اقوى منكم انتوا الاتنين في الوقت ده. فلازم قبل كل فايت تشوف انت هل هتقدر تكسب الفايت او الجنكايه دي ولا لا، وده مش بيحصل غير لما تلعب كتير وتغلط كتير وتتعلم اكتر، ولما تعمل غلط ما تفضلش تشتم في التيم بتاعك وتحط في دماغك معلومات غلط وان التيم هو السبب. لازم تعرف انت عملت ايه غلط وتحاول تتفادى وما تعملوش تاني، ساعتها هتلاقي نفسك بتتحسن، وافتكر دايما انك مش هتتحسن من 10 جيم ولا 50 جيم. اللعيبه المحترفه بيفضلوا يلعبوا سنين وسنين علشان يفضلوا يكونوا معلومات في دماغهم، ويبقى العقل الانكونشس او اللاواعي بمعنى اوضح هو اللي شغال. وطبعا علشان استاذ بيلي وعنتر زبله ورجب تيوزا غاليين جدا على قلب بابا بيهوش، فلازم نساعدهم يطلعوا بسرعه من الخشبه ايلو، وده عن طريق الكوتشنج بتاع بابا بيهوش اللي هيساعدك تتحسن في كل حاجه من ناحيه التشامبيون بتاعك قوي امتى وضعيف امتى، وكمان ازاي تعمل اسرع فارم بالتشامبيون بتاعك والجنجات على ايد ناس محترفه. وتقدر تاخد الكوتشنج ده عن طريق زرار الانتساب في القناه او من فوري وفودافون كاش، ولو عاوز تفاصيل اكتر هتلاقي الفيديو فيه شرح كل التفاصيل في الديسكريبشن تحت. نرجع بقى نخش في تاني حاجه اللي بعد التردد، وهي انك بتحط كل الاحصائيات على جيم واحد. فمثلا لما بتخسر جيم وتيجي تراجع الاجيام مع حد محترف بتروح تقول له شوف لي الجيم ده يا اسطى كده وقول لي ايه الغلطات اللي فيه، لان الجيم ده انا ما طلعتش فيه كل قدراتي بقى العنتريه. يا حبيبي يا مستر بيلي يا عنتر زبله، انت لازم لما تيجي للكوتش لازم توريه احسن جيم انت لعبت فيه،
يعني ايه يا بهواشي؟ يعني اديله احسن جيم؟ طب انا هتستفاد ايه؟ هتستفاد يا حبيبي ان هتلاقيه بيقول لك على حاجات احسن من اللي انت عملتها، كانت هتخلي نتيجتك في الجيم احسن واحسن واحسن. يعني مثلا انت فاكر انت عملت فارم صح، ممكن يكون في طريقه تعمل فارم اسرع من كده، او عملت جانك بشكل غلط بس ضربت فلاش ونجحت، هتلاقي كان في طريقه تموتهم من غير ما تضيع الفلاش بتاعك. يعني بمعنى اوضح، تجهل انك تجهل. يعني يا بهواش انت الكلام العميق اللي انت بتقوله ده، وانت جاي تدينا حصه فيزياء يا جدع ولا فلسفه ولا ايه؟ يا ابني افهم افهم. تجهل انك تجهل يعني انت مش عارف ايه اصلا غلطاتك، فانت بتشتغل كده والسلام. لازم تنتقل من انك تجهل انك تجهل الى مرحله انك تعلم انك تجهل. ايه ده يا بهواشي؟ انت بتقول كلام كبير عليا يا بهواشي. ما انا هفهمك. تجهل انك تجهل ببساطه يعني انت ما تعرفش ان انت اصلا حمار، معلش في اللفظ يعني. الليفل اللي بعده انت عارف انك حمار، وده اول ليفل انك اسمك اتطورت. وده بتعرفه عن طريق ايه؟ يا اما واحد اعلى منك في الرانك فبيشوف غلطات انت مش واخد بالك منها اساسا وفاكر نفسك عنتر زبله في نفسك، يا اما الناحيه التانيه فاكر نفسك، يا اما تروح لكوتش كوتش قول لي انا المفروض كنت اعمل ايه هنا، انا حاسس ان في احسن من هنا. وهنا بقى دور الكوتش انه يقول لك يا معلم ايه المفروض انت تعمله في الهنا، او ايه الاحسن انك كنت تعمله من هنا. ما هو انت اكيد في الجولد مش زي اللي في البلات، مش زي اللي في الدايموند، مش زي اللي في الماستر، مش زي اللي في التشالنجر. كلكم بتلعبوا نفس اللعبه، بس الفرق في تقنيه الحاجات اللي انت بتعملها والوقت المهدور. فهمت يا اسطى ولا ما فهمتش؟ انت عارف تالت حاجه ايه؟ تعلم انك تعلم. بعد كده تعلم انك تعلم دول بتوع التشالنجر، انا عارف غلطاتي وعارف بصلحها ازاي وعارف الدنيا ماشيه ازاي. انت لازم توصل لليفل رقم 3 ده. طبعا ليفل 4 ده مالناش دعوه بيه. تجهل انك تعلم اللي هو من كتر علمك انت ما بقيت عارف، انت ما بقيتش شايف نفسك ان انت تعلم كل حاجه. وده يعني ان شاء الله نوصل له قريب جدا باذن الله. نرجع لموضوعنا تاني. المهم من الموضوع ده يا معلم، انك لما تروح لاي كوتش او تروح تتفكر في ايه غلطاتك، ده هيساعدك انك تتطور من امكانياتك وتتحسن بشكل اسرع. وده بالمناسبه يرجعنا تاني ان الناس بتقول لك ايه؟ انا عليت لجولد واتحبست في الجولد، انا عليت لبلات واتحبست لبلات. ليه بقى يا برنس؟ فكر كده معايا ببساطه جدا، عشان انت ما فكرتش ازاي تتحسن. ما هو اللي وصلك جولد مش هيوصلك لبلات، واللي وصلك لبلات مش هيوصلك لدايموند. ليه؟ علشان الغلطات لما تتطور وتبقى حاجات احسن وتقل من غلطاتك بتعلى، انما مش لعبك بتاع الجولد هيعليك. وحتى لو لعبت 300 الف جيم في نفس الرانك بنفس طريقتك من غير ما تطور نفسك، هتفضل محبوس في الجولد. خلي بالك من المعلومات دي، معلومات مهمة جدا. هتقول لي انا بيوش انا لازم افضل اتعلم، ده انا لعيب فشخولة وجامد زحلقه والتيم بتاعي سبب خسارتي. هات تشالنجر بيعرف يلعب، حطه في نفس الرانك بتاعك بنفس التشامبيون بتاعك بنفس عناتر زبله اللي معاك في التيم، وشوف هيكسب ولا هيفضل محشور زيك. وياما شفنا ناس هاي ايلو بفريش اكاونتس بيطلعوه من الصفر لحد ما نقول يا تشالنجر ولا يا ماستر في ظرف شهر، وياما شفناهم في الاجانب. هتقول لي اكيد لازم يكسب يا بهواشي. هقول لك يبقى انت لازم تتحسن علشان تطلع من الخشبه ايلو اللي انت فيه ده. وفي فرق كبير جدا من انك عارف انك عملت ايه غلط وانك اصلا ما تعرفش انك حمار. عادي جدا تلاقي تشالنجر بيخسر جيم وبيكون بيلعب كانه برونز، لكن هو بيكون عارف ان ده بسبب انه عمل حاجه غلط. لكن في اللو ايلو ما بيكونش اصلا عارف اصلا ان في حاجه اصلا هو عملها غلط اصلا. فمثلا انك تبقى فاكر ان ده اسرع فارم في جيل حياتك ممكن تعمله، لكن واحد في هاي ايلو تلاقيه بيعمل كامبين مع بعض وبيخلص اسرع. وهكذا في حاجات كتيرة جدا في اللعبة دي، وفي مالتي ليفلز بالعبيط. طب نيجي بقى للحاجة التالتة، وهي ازاي تحل المشاكل جوه الجيم. اكيد في مرة رحت تعمل جانك لقيت الانمي جانجلر موجود في البوش اللي انت كنت داخل منها وموتك، وفتحت الجيم وقمت بقى قلت نسمع كلام بهواشي ونفتح الجيم تاني، وفتحت الاحصائيات بالغلط كده في بعد الدقيقة 30 لقيت الماتش، لقيت انه متقدم عليك ب 40 فارم وايتم كامله، وعشان كده بيموتك وانت مش بتبص على اصلا حاجه اسمها زرار التاب ده. زرار التاب ده مهم جدا، انت مش فاهم اصلا حاجه عنه. ده انا لسه هوديكوا شويه معلومات في الفيديوهات الجايه. طبعا دي كلها مشاكل هتواجهك، اللي هم رقم واحد مش عارف مكان الانمي جانجلر، مش عامل له تراكنج عدل. رقم اتنين مش بتشوف الاحصائيات اللي هي التاب، كل ما بتدوس تاب بتشوف هو ايتماته قد ايه، فارمه قد ايه، جايب ايه مش جايب ايه، وهكذا. رقم ثلاثة مش بتعمل الكومبو صح اصلا، فانت مش بتعرف تحترف التشامبيون اللي انت بتلعب بيه. عشان كده بنقول لك وبنعيد لك وبنزيد لك، العب تشامبيون سهل وركز في ميكانيكس الجيم وليس ميكانيكس التشامبيون. يجي لي كل يوم يا بهواشي هو ايه احسن تشامبيون او امتى العب التشامبيونات صعبه. ما تلعبش تشامبيونات صعبه،
انت اهم حاجه تركز في الجيم، مش شرط تركز في الشامبيون اللي انت بتلعب بيه. اول حاجه علشان تعرف الانمي جانجلر بدا منين والدنيا طبعا مهببه قدامك، ببساطه هتقول لي اعرف منين. هقول لك يا باشا، شوف اللين اللي هيتاخر، سواء الميد سواء التوب سواء البوت، لحد ما يظهر. يعني لو لقيت التوب لين مثلا ظهر متاخر في اللين بتاعه، يبقى هو بدا في التوب. لو لقيت السبورت او الاي دي سي مش ظاهرين في اللين بتاعهم في البوت لين واتاخروا، يبقى هو بدا بوت سايد. دي بسيطه ولذيذه اهي. تاني حاجه، حل الاحصائيات، افتحها كل شويه، دو ستيب كل شويه، اللي هو كل 3 دقايق. ده كتير بالمناسبه، ده بيفتحوها كل 10 ثواني، بس انا عليك انت كل دقيقه ونص يا سيدي. وانت بتفارم شوف كده، مش هتلاقيها صعبه يعني. شوف، ركز مره، شوف هو معاه كام فارم وانت معاك كام فارم، شوف هو معاه كام كل انت معاك كام كل، شوف هو معاه كام ايتمايه، شوف انت، هو هكذا يعني. مش هعلمك اللعبه من الصفر. الكومبو بقى اللي مش بيتعمل صح. حاول تلعب كتير بالتشامبيون لغايه ما تتعود تعمله صح. على فكره مش يعني انك تتعامل الكومبو انك تلعب بالتشامبيون صعب، لا لا، عادي جدا. التشامبيونات سهله ليها كومبو برضو، حتى ماستري ليه كومبو وليه طريقه دخله. هتقول لي انا ما استفدتش حاجه من الثلاث معلومات دول في بهواشي. في الحقيقه ايوه، هما مش بيبقوا مفيدين لو انت ما حاولتش تعملهم. دي حاجات لازم تعملها بنفسك وتبقى متعود عليها، علشان مثلا في الايرلي جيم في اول 6 7 8 9 10 دقائق كده تبدا دريك سولو يا معلم، وانت عنتر خرتيته في نفسك، وبهوب بعد ما تخلص 90% من الدريك هوب تلاقيه ناطط فوقيك، يقوم واخد الدريك وواخدك فوقيه. لذيذه جدا يعني. خد منك دريك شكرا على الليش، وخدك كمان فوق الدريك، لانك ببساطه ما عملتش تراكنج للجنجلر بتاع اللي ضدك. واهم حاجه علشان تتحسن انك ما تلعبش كتير. هتقول لي مش انت اللي بتقول العب كتير علشان اتعلم ما بيهوشي؟ لا لا لا، انا بقول لك ايه، العب صح. مش لما تلعب 20 جيم في اليوم وتكسب منهم 4 تبقى انت كده تتحسن يا حبيبي. مش بكتر الجيمز، على قد ما انت بتشوف غلطاتك وتعدلها. التعديل ده بقى خد له جيمين 3 10 20 مش مهمتي. المهم ان انت بتلعب على نقطه، مش داخل كده هبولي والسلام. العب كل جيم وبعديها المفروض تروح على الريبلاي بتاع الجيم ده وتشوف الغلطات اللي انت عملتها وما تعملهاش في الجيم اللي بعده. بعد فتره هتلاقي بقى تلقائي انك عارف ان ده غلط، فما عدتش تعمله تاني. وافتكر دايما انك علشان توصل لحاجه لازم تتعب وتحاول كتير، في بالذات اللعبه الوسخه اللي احنا بنلعبها دي. او انك تهكر اللعبه عن طريق الكوتشنج مع بابا بيوش، وده هيخليك تطلع من اللو ايلو في مده قصيره جدا، لانك هتاخد زتونه اللعبه من ناس بروفيشنال ومستواهم عالي، وتقدر تاخد كوتشنج عن طريق زرار الانتساب في القناه او من فوري او فودافون كاش. ولو عايز تفاصيل اكتر هتلاقيه في فيديو فيه شرح كل التفاصيل اللي تحت ده. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين، ولو على الفيس تعمل شير ومنشن لاخوك عبده حناكه وعنتر زبله ومستر بيلي ورجب تيوزا، الاربعه كلهم، علشان يطلعوا من الخشبه إلو. نشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله. يلا سلام.